المنطقه ديالي تتبقى شي حاجه اللي في الروح. الترحاب ديالنا هو الشاي. راسك وحدك غير الرمله والنجوم. في هذا الركن البعيد من الجنوب الشرقي للمغرب كاينه بلاصه ما كتشبه حتى بلاصه اخرى، محاميد الغزلان. فين الارض كتكلم بلغتها وفين الصمت عنده معنى. هنا الطبيعه ماشي غير منظر ولكن روح كتحس بها من اول لحظه، بين الرمال اللي ما عندها نهايه والواحات اللي كتقاوم باش تبقى خضراء. حكايه صمود، حكايه ناس تعلموا يعيشوا مع القساوه ويصنعوا منها جمال. في هذه الرحله غادي نرافقكم لاكتشاف هذا العالم، عالم بسيط في الشكل ولكن عميق جدا في المضمون. هنا في محاميد الغزلان البدايه ديال الحكايه ماشي اليوم بل من قرون، من وقت كانت القوافل كدوز وكانت الارض كتعطي وتاخذ مع الانسان. ماشي سهل تعيش هنا ولكن اللي يعرفها كيعرف باللي فيها سر ما كيتشرحش، سر كيتحس غير بالقلب. بين زرقة السماء وصفر الرمال وخضرة الواحات كتشكل لوحة ما كتكرر في حتى بلاصة أخرى. المحاميد ماشي غير نقطة في خريطة، راه عالم بوحدو، فيه القوة، فيه الجمال وفيه روح ما كتفناش. ملي كتدخل هاد القصورة كتحس بحال إلا الزمن حبس شوية. هنا الجدران ماشي غير طين وحجر ولكن ذاكرة عامرة بالحكايات، حكايات دازت من هنا وخلات أثر وبقات عايشة في قلوب الناس، بالألم والأمل، بالفقدان والاستمرار. كاين تاريخ ما كيتهش. وسط هاد الأزقة مازال عجلة الحياة كتدور، الأطفال كيلعبوا والناس كيكملوا وكأن المكان كيرفض ينسى ولكن في نفس الوقت كيعرف كيفاش يبدا من جديد. هاد القصور القديمة هي قصص راسخة في كل زاوية، قصص الحياة، قصص الصمود والمقاومة، قصص دموع وفرح، قصص أجيال عاشوا هنا وترباو وسط هاد الجمال. الجدران هنا ماشي ساكتة، كل جدار فيهم حافظ تفاصيل الناس. قصر محاميد الغزلان من أقدم القصور هنا، عنده حكاية تروات من جد لجد حتى صبحات مصدر فخر وإلهام. هذا القصر هذا كيتسمى قصر محاميد الغزلان. الناس في القديم كانوا عايشين في الديور، البني بالتابوت، العائله مجموعه، كانوا الناس كيجيو كان سوق كيدار في هذا المحاميد الغزلان، بالضبط في المحاميد القصر القديم، قصر المحاميد الغزلان. كانوا الناس وكانت المنطقه زعما عامره بالسكان من كل الاطياف نقدروا نقولوا، اللي هما شلوح، عريب، قصور، رحال، ناس اللي مستقرين. يعني المنطقة زعما كانت عامرة، باقي الناس ساكنين بوليداتهم بالطابع التقليدي ديالهم مازال.
اليهود كانوا سكنوا حتى هما في واحد الفتره، وكانوا هما اللي كيديروا الصناعه التقليديه مثلا في القصر ديال محامد الغزلان. كان واد الضرعه كان الماء العام كله على طول العام. دوك الناس كانوا معتمدين على الفلاحه مادام كاين الماء. كان الاب الكبير هو اللي كيفرق المهام مع الجده مثلا، وكانت اللمه العائليه اللي تتلقى فيها كل شيء. مثلا بالنسبه لي انايا الذكريات ديال الطفوله ديالي واللي مازال كيدار حتى لدابا، كان الموسم النبوي الشريف اللي كيدار فيه واحد الموسم، وكتكون ما يسمى الحضره. والحضره كيجيو ليها الناس تقريبا من جميع المنطقه وكيحضروا الموسم، وكتكون الحضره بالطبع الصوفي ديالها ومازال كدار ليومنا هذا. القصور والقصبات هذه كانت حسب وظيفتها وحسب الحاجة لها. كانت هذه القصور والقصبات تتميز بنمط معماري أو تصميم دفاعي. كانت يعني القصبة أو القصر يتكون من 4 إلى 5 أبراج للحراسة، وكانت أحيانا توضع أبراج خارج القصر في الحقول أو في الأماكن المتقدمة أو في التلال أو في هضبات من أجل حراسة متقدمة. وكانت أسوار هذه القصور أحيانا تكون مزدوجة، يعني يتوفر القصر على سور مزدوج. كذلك بالنسبة لوظيفة هذه المنازل، هي أحيانا كانت المنزل يتخذ يعني بوظيفتين، يعني توجد فيه أماكن للسكن وأماكن لحفظ يعني المواد الفلاحية والماشية، وأحيانا يكون منفصلين. من بين الخصوصيات يعني المعمارية أيضا بالنسبة لمجال درعا، يوجد عندنا العنصر اليهودي، وبالتالي كانت عندنا مجموعة من الملاحات. هذا الملاح هو مكان لسكن اليهود، هو جزء من القصر غير منفصل عن القصر، يكون داخل القصر مثلا شارع أو شارعين، زنقة أو زنقتين بالتعبير الدارج. فكان هذا الحي يخصص لسكن اليهود، به ما يسمى بجمع اليهود، يؤدي وظيفة دينية ووظيفة تعليمية، وكذلك يوجد عنده أحيانا بعض المدارس. القصور كثيرة في محاميد الغزلان. قصر طلحة منازل بسيطة ولكن وراه حكاية كبيرة. نهار تزادت القسوة وجات الطائرات وخلفت جراح في ذاكرة المكان. أرواح مشات ولكن الحكاية بقات، كتعاود من جيل لجيل باش ما يتنساش شكون كان هنا وشنو وقع وكيفاش الأجداد قاوموا الحياة في سنوات الاستعمار. على حسب رواية الوالد، لأنه الوالد هو اللي عاش وكبر هنايا. الدار كانت كتفورني المقاومين، يعني لأنه الدار كبيرة كنقولوا غنية زمان، غنية بالثمار غنية بكذا، وكانت محلة ببانها الناس ككل، يعني الرحال اللي كيجوا ولا الناس اللي كيدوزوا من هنايا من محامد الغزلان. يعني كتعرفوا محامد الغزلان هي طريق ديال الرحال. زائد انه كانوا كيديروا فيها اجتماعات كيقرروا شنو خصو يدار وشنو بالنسبه للاحتلال الفرنسي، لانه على حسب ما رواو انه فرنسا كانت احتلت تقريبا حتى جهه بن سلمان ووقفوا. وعلى حسب ايضا ما روى لي الوالد، لانه الدار كانت عاليه، كانت في العليه الفوق كيشوفوا اذا كان جاي شي، اذا كانوا داخلين شي داخل المركبات ديال فرنسا ولا داخل شي حد. فتحناها لانه هي فعلا دار قديمه وكبيره. فتحناها خصوصا في وجه السياح، لانه السياح اللي الاجانب كنأكد على الاجانب، لانه هما اللي مهتمين بالثقافه المغربيه ومهتمين بهذا الشيء. هي باش نحافظوا على التاريخ ديال المنطقه، وايضا باش نرويو للسياح لحياه الناس، الحياه اللي كانوا تعيشوها الناس هنايا. كيجيو الناس كيجيو كيشاركونا، مثلا كنعمروا لهم كاساتاي، كنعاودوا لهم قصص الاجداد ديالنا كيفاش كيعيشوا، بزاف الامور. ورغم كل شيء الحياة ما وقفاتش. في الأزقة الضيقة الأطفال كيجريو وكيلعبوا وكأنهم كيعلنوا أن الحياة أقوى من أي زمن فات. هنا الماضي ماشي بعيد، التاريخ حاضر في الحياة اليومية ديال أبناء هذه القصور. محامد الغزلان أهل وناس اختاروا يبقاو يقاوموا ويعطوا معنى جديد لهذه الأرض. شباب عرفوا يبدلوا الواقع بطريقتهم ويجعلوا من حياتهم اليومية منتوج فريد عرفوا يسوقوه.
أما النساء بصبر كبير كينتجوا الحياة بخيوط ملونة، في كل حركة من يديهم كاين أمل. هنا الخدمة ماشي غير وسيلة للعيش، ولكن هي شكل من أشكال الحب والارتباط بهذه الأرض. في محاميد الغزلان الحياة ما كتعطاش بسهولة، ولكن الناس هنا تعلموا كيفاش يصنعوها من لا شيء. شباب اختاروا يرجعوا لأرضهم ماشي هروب، ولكن إيمان بأن الأرض اللي رباتهم تستاهل فرصة جديدة. كيحاولوا كيجربوا وكيحاولوا يوقفوا، وكلهم أمل في المستقبل اللي بالنسبة لهم أكيد غادي يكون أفضل. جربت نهار أنا بحال جميع ولاد المنطقة، ولكن المنطقة ديالي تتبقى شي حاجة اللي في الروح ما نقدرش نتخلى عليها. نقدر نقول هي اللي خلاتني نرجع ونبدا عاوتاني حياتي من جديد. وكما قلنا قبيله المنطقه بسبب قله المياه الناس اتجهت للقطاع السياحي. لقيت راسي خصني ندير حتى انا شي حاجه بحالي بحال الشباب ديال المنطقه، وجاب الله التيسير توكلنا على الله. بالنسبه لمحاميد الغزلان معروفه من القدم، زعما عندها الصيت ديالها عالميا وحتى وطنيا. بالنسبه كما ذكرتي كيفاش تولات وجهه سياحيه من احسن المناطق في المغرب بحكم الرمال اللي فيها، الغروب، الناس كتجي تبغي تشوف الغروب، كاين اللي كيبغي يجي يشوف النجوم. يعني الناس كتقلب على السكينه، راحه البال، الهدوء كيلقاو هنايا. تقريبا هذا الشيء كامل كيتجمع في هذه المنطقه. C'est 8 ans quand mon mari est décédé. À travers des amis en commun, je suis venue ici. Il m'a dit va chez Ali, tu y seras bien pour te refaire, pour te remettre et tout ça. C'est le désert. Bon, je dis pourquoi pas. C'était en plein mois de décembre, donc c'était très attrayant. Donc je suis arrivée ici avec une amie qui avait aussi des problèmes. Et Ali nous a accueillis, bon, avec l'hospitalité qui est vraiment. Je ne sais pas comment définir, c'est une hospitalité naturelle, c'est-à-dire c'est pas forcé, on sent vraiment qu'ils sont heureux de nous aider, d'essayer ils font tout pour qu'on soit à l'aise, voilà, qu'on se sente un peu comme des amis, comme de la famille, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Donc ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai connu le désert et là je suis tombée sous le charme total. Je sais pas, je pense que c'est comme connaître la mer, connaître la haute montagne. Moi le désert, ça y est, aussitôt que je l'ai vu, je ne peux plus m'en passer, il faut que je vienne souvent pour me refaire. Donc c'est des promenades, c'est regarder, c'est même ne rien faire. Alors ce qu'il y a surtout, c'est ce que j'ai appris, à part le désert, c'est la culture. Parce que je ne connaissais pas du tout l'Afrique. Mon mari étant espagnol, on avait pas mal voyagé, mais surtout Amérique du Sud. Donc l'Afrique est un continent que je ne connaissais pas du tout, et le Maghreb encore moins. C'est là que je me sens bien un peu partout. C'est-à-dire, je me sens, voilà, je me suis bien, j'ai des enfants en France, j'ai des enfants en Espagne, et j'ai maintenant une famille au Maroc. Donc j'ai plusieurs familles, et je me sens bien dans mes 3 familles. Toute ma famille connaît Ali, Ali connaît toute ma famille. Je veux dire, on fait partie d'une grande famille maintenant. J'ai essayé d'apprendre le Darija, mais je ne suis pas arrivée. Surtout à cause d'Ali, je le dis toujours, parce que depuis le début, il me parle en français. Et il voulait que sa femme, ses enfants parlent en français, ce que je comprends. Donc je n'ai pas pu pratiquer. Donc je le pratique, je suis dans un quartier marocain à Marrakech, je le pratique avec les commerçants et tout ça, mais je n'ai pas assez de... Voilà, j'ai pas assez de connaissances en Darija pour pouvoir vraiment communiquer, surtout avec les femmes et les enfants d'ici. C'est ce qui me manque beaucoup. Parce que, par exemple, on a une association qui aide les enfants et surtout les enfants, surtout de Mohamed. Et c'est vrai que ça manque beaucoup. Si tu ne parles pas la langue, tu perds beaucoup, quoi. Donc, et ici, les gens ne parlent pas français. Mais il faut qu'ils arrivent ici en lâchant un peu ce qu'ils connaissent. C'est pas seulement le stress, mais c'est une manière de vivre différente. Il faut qu'ils acceptent de se laisser aller, de se laisser aller à leur rythme, de ne pas imposer non plus certaines choses que l'on fait le lieu où on vit. Donc et si on se laisse aller, si on suit un peu leur rythme, on comprend comment ils vivent. Et c'est vrai que petit à petit, on aime aussi cette manière de vivre. Et puis, je dis, les gens sont vraiment... Bon, bien sûr, ils vivent du tourisme, donc il y a toujours un intérêt touristique, mais pas que. On sent qu'ils ont vraiment le besoin ou l'envie de faire comprendre, qu'on comprenne leur culture, qu'on essaye de s'insérer un peu dans leur culture. من جهة أخرى المرأة بصمتها بقوتها وبصبرها كتحرك عجلة الحياة. في كل قطعة تقليدية كاين وقت، كاين جهد وكاين قلب، ماشي غير خدمة،
ولكن رساله كتقول باللي التراث ما خاصوش يضيع، وباللي العمل باتقان كيفتح ابواب في هذه الحياه. هذه تعاونية كلها الناس المنخرطين فيها كلهم غير نساء، وفيهم البعض من الفتيات، فيهم البعض زوج ونسبة قليلة مازال. والتعاون تأسست سنة 2018 يعني بالمجهود كله نسائي، المجهود ديال النساء، و34 35 منخرطة وكلهم خدامين. يعني التعاونية العيالات فيها متضامنين كيخدموا على المنتوجات المحلية، يعني كل شيء هنا مصنوع الخدمة ديال اليدين ديال العيالات. كيصايبوا الطبقان كمثال هذا، كيصايبوا الطبيقات الصغيورين اللي كيتحط عليهم الطاجين، الكساوي مطرزين بالحرير، والطبيقات القنعان الكبار يعني الاحجام كتختلف. كيصايبوا الزرابي، الكراسي كيعاودوا الكرسي ديال الحديد كيدخلوا ليه واحد غير بالشراود، كيدخلوا عليه واحد الديكور كيعطي جماليه لهذاك الطبله وديك الكراسي الدايرين بها. كيخدموا الحصاير، يعني العيالات الكبار عندنا البعض ديال العيالات كانوا كيخدموا الزعف سنين، وهما اللي علمونا كيفاش حنا نخدموه، وهما اللي كيخدموا الزعف. كمثال هي السيده مورايا كيخدموا، كيجيونا كوموندات سواء الزعف سواء الخدامي ديال الزيوف، الطبيقات، الكساوي مطرزين بالحرير، سواء الحصاير. يعني هادشي كلشي كيخدموا العيالات بيديهم. حنا لاقيين شويه صعوبات في التسويق، يعني كنبيعوا غير داخل تعاونيه. الا كان شي فيستيفال هنا في المحامي الا توجهتنا الدعوه باش نسوقوا المنتوج ديالنا يولي معروف ونسوقوه لبلايص اخرين، هذه لقينا فيها اشكال، لقينا فيها صعوبات بزاف. يعني العيالات راه كلهم اميين، يعني راه خدامين تبارك الله، واخا اميين ما قاريينش عندهم افكار وعندهم طموحات، ولكن خاص اللي يشد بيديهم ويوريهم كيفاش يزيدوا يخدموا اكثر ويسوقوا المنتوج ديالهم. هاد العيالات يعني انا بغيتهم مازال يوصلوا لقدام ويزيدوا يبينوا كاع داكشي اللي عندهم، حيت راه مازال عندهم بزاف وخاص اللي يعاونهم في التسويق راه نقطه مهمه باش انهم يتعرفوا المنتوجات ديالهم. وتعرف هذا التعاون ديال النساء زاوت لهنا راه كيفاش خدامين تبارك الله، عندهم صنعه زوينه في يديهم، مازال باغيين يعطيو اكثر واكثر. اللي خلانا نديروها عندنا كل وحده غاديه وحدها، وحنا ماشيين حتى حاجه ما كايناش عندنا، مثلا المحطه في بلاصه ما والو، يا حدنا وحدات تنديروها للجمعه هكا، وحنا والو مفرقين حتى حاجه ما مستافدين فيها. وتنشوف البنات ديالنا وكل شيء النساء ديالنا ما مستافدين. واحد النهار جاتني الفكره، انا نط قلت لهم كون شفتو كون عندنا واحد التعاونيه نتعاونوا عليها. مشيت سولت واحد السيده نيت كاينه الامينه عايده النائبه الامينه ديالي، قالت لك واخا. ونضنا صافي قلنا النساء ديالنا تلمينا وقلنا لهم كلا جاتو الفكره مزيانه، كلا قلنا واخا الله نديروها. صافي هذيك هي بدينا. في محامي الغزلان اتاي ماشي غير مشروب، راه طقس وحكايه في كل كاس. منين كيشعل الجمر وكيتحط البراد فوق الافيه كيبدا واحد الروتين اللي فيه الصبر والنيه. الشاي هو 3 جيمات، هو الجمر والجماعه والجر. ويا للاسف ان حاليا دريك ولا عامل الوقت، ولات الوقت كتحكم فينا في امورنا في هذا سميتو. اللي كان من قبل كنا كنستمتعوا شويه بالوقت، وكنستمتعوا حتى بهاد الجلسه ديال الشاي مع العائله مع الاحبه مع الاصدقاء مع هذا سميتو. ديما الشاي هو كيكون صله ديال التواصل. وكما قلت بان المنطقه تقريبا هاد الودره تعرف هذا البرودوي ديال الشاي من في الاواخر القرن ديال 18. بطبيعه الحال كما قلنا حتى الطريقه ديال الشاي كيفاش كيعمر، ان ديما واحد البراد الاول ولا الكاس الاول كيعود قاسح شويه، كيعود قاسي. هذا الكاس ملي كيتعطى القاسي يعني كيتعطى الناس كيجوا عيانين، كيحيد لافاتي، كيحيد العيا، وكيحيد حتى داك الالم ديال الراس، لا ديبوندونس ديال لا تيت. لان شاك جوغ ملي كيشرب الانسان الشاي كيولي مدمن على الشاي، الا ما شربو كيوجعو راسو. وهذه الحاله كتوقع لنا في رمضان ملي كنبداو مثلا الايام الاولى كنحسوا بالالم ديال الراس. ما عدا الالم ديال الراس كنحسوا بالشاي شيئا ما هو اللي كيخصنا مثلا في اليوم. حتى هذا الكاس الاول كيعود قاسي كيغطي هذا المشكل هذا. من بعد الكاس الثاني كيولي الحديث وتبادل الافكار والاراء، وكلها كيعطي بان هذه المنطقه اللي جيت من هنا راه مامنه، راه ما فيها حد، راني لقيت فيها
سوى جمال ولا طوال ولا كذا ولا كذا، الاخر حتى هو كيعطي معطيات والاخر كيعطي معطيات، كتكون تلاقح بين الافكار. وحتى اللي كيقيمتها الانسان اللي ديما كيعمرتاي كيكون انسان عاقل صاج، كيكون شويه باش كيدبر ديما الامور ديال المجموعه ولا ديال الجماعه ولا ديال الاجتماع، كيدبروا دائما في الجانب الايجابي، ما كيخلي لحقاش كاين واخا ديما هما راه قبيله مجموعه، ولكن بعض الاحيان كيكون دي كونفلي بسيطه اللي بين عائلات ولا شي، يقدر واحد كيلونسي واحد الميساج واحد رساله لشي واحد اخر ولا شي حاجه باش ايفيتي المشكل. صاحب اللي كيعمرتاي ديما كيحاول يجيري، كيعود على استعداد ديما باش الجلسه تكون في اطارها الايجابي. بالنسبه للكاس الثالث كيعود احلى من الكاس الاول، من الكاس الثاني. الكاس الثالث كيعود احلى منه، كيقول لك ودي مني احلى كيف كالحب في الحياه مثلا، لان في طيله الجماعه ملي كتشرب مع واحد 3 الكيسان وكتبادل الافكار وكتبادل كل شيء، انه كيولي واحد التواصل لدرجه ان كيكون التواصل وكتكون الثقه، كتزرع الثقه، لان ملي كتواصل معايا ونتواصل معاك وتبادل الافكار كترتاح لي وارتاح لك، وكيولي واحد القلوب مفتوحه بيناتها. 3 الكيسان ماشي غير صدفه، الاول مر شويه بحال الحياه، الثاني معتدل بحال المحبه، والثالث حلو بحال النهايه السعيده. محامد أساي هو اللغه اللي كيفهمها الجميع. وبعيد شويه فين الرمله كتغطي كل شيء كتبدا حكايه اخرى، عالم الرحال، عالم بسيط ولكن فيه حكمه كبيره، ومعاه كتجي تجربه السياحه، تجربه الناس جاو من بعيد باش يعيشوا تجربه مختلفه، باش يحسوا بشي حاجه ما كتشرحش بالكلام. ومنين كتغرب الشمس وكتبان النجوم قريبه كتفهم بلا هاد الصحراء ماشي غير ارض، ولكن هي روح كتعيش وكتنفس. بعيد على ضجيج المركز كاين عالم اخر، بسيط في الشكل ولكن عميق في المعنى. الرحال ناس اختاروا يعيشوا مع الطبيعه ماشي ضدها، كيقراو الرياح، كيفهموا الارض، وكيعرفوا ان كل نهار عنده درس جديد. الحياه عندهم خفيفه، بلا تعقيد، بلا زحام، ولكن عامره بالمعاني. في كل خطوه فوق الرمله كاين توازن بين الانسان والسماء والارض، واللي كيدوز هذا العالم كيخرج منه مختلف، حيت كيتعلم ان البساطه ماشي نقص ولكن غنى من نوع اخر. التاريخ ديال الرحال كما قلت لك مازال الناس هنا متشبته بهذاك التقاليد نتاع اللي كانت تعيش شحال هادي، باقي ما يقدروش باقي يدخلوا كما تنقولوا حنا يمشوا للمدن الكبيره وداك الشيء الضجيج. كما شفتوا عندهم مدرسه نتاعهم ووليدات تاعهم حداهم، وعندهم الغنم نتاعهم، عندهم الماعز، عندهم الجمال ديالهم اللي كيديروا بهم التجاره. هادشي علاش تيعيشوا على داك الغنم، يعني يقدروا يبيعوا ويشريوا في الغنم وصافي. كيتحولوا على حسب الماء في الارض، باش يكونوا الابيار البير كان فيه الماء راه تيبقاو في ديك البلاصه، ملي تتجف الارض راه كيتحولوا لبلاصه اخرى اللي تيكون فيها الماء قريب. الرحاله كيعيشوا هنا في الصحراء، عندهم الكسيبه الكسيبه ديالهم، وكيرعاو في النهار بحال كيمشوا كيخرجوا. دابا ساكنين هنا ولكن داو دابا الغنم ديالهم كيرعاوها النهار كامل، ما كيرجعوا لنا حتى الليل، عاد كيجيبوا كيرجعوا حتى نورا غروب الشمس بحال هكا، كيجيبوا الكسيبه وكل واحد فيهم واش كيدير. كاين اللي كيمشي للبير كيجيب الماء، كاين اللي كيمشي يحطاب بحال هكا. اللي خلاهم الرحال متشبتين بهذا الشيء ديال الترحال هو ولفوا هذا الشيء، ما يقدو واخا الجفاف واخا هي حياه صعيبه، ولكن ولفوا هذا الشيء وما عندهم شي حاجه من غير الكسيبه. وهنايا كالجفاف السنوات الماضيه راه كالجفاف. العام الفايت اللي صبات الشتاء وكان الربيع الحمد لله، ولكن هذا العام باقي ما صبات الشتاء،
كنتمناو تصب ان شاء الله الشتاء ونوض الربيع، بان حياه الرحال كدور على الكسيبه ديالهم، ملي كيكون الجفاف كيكون صعيب شويه الحال عندهم. حياه الرحال تعيش ولا تحكى، يعني خاصك تعيشها واحد الفتره باش عاد يمكن لك باش تعرف شحال من حاجه على الرحال. ملي كتجي عند الرحاله راه اي رحاله كتجي كيعمر لك اتاي وكيرحب بك وكيرحب بك تغدى عنده. الترحاب ديالنا هو الشاي. Well, yes, we are here with family. We wanted to just get to know a bit the desert life and the atmosphere, the food, the people, and landscape. And well, we have been here for the last 3 days, and we're just trying to find out the best of the places. And we're enjoying a lot. So it's very calm. It's a very special place. It's not my first time in the desert. I have been several times in Morocco in the desert. But for the girls, yeah, it's the first time for our daughters, and we wanted them to know it. And I think, yes, it's probable that we repeat, and maybe not soon, but any other time, because we are enjoying it a lot. مع مرور السنين في محامي الغيزلان تبدلت بزاف ديال الحوايج. الارض ما بقاتش كتسعف الفلاحه بحال قبل، والماء ولا قليل، ولكن وسط هاد التحديات تولد طريق جديد، طريق السياحه. هنا الشقاقة ماشي غير صحراء، راه ملتقى ديال العالم كامل. سياح من مختلف الدول كيجيو يعيشوا السحر ديالها، كيلقاو فيها هدوء ما كيتشرحش وتجربة ما كتعاودش. في البيفواك وسط الكتبان الحياة كتبان بسيطة ولكن عامرة دفء. ومع غروب الشمس كتشعل السما بالنجوم وكتشعل معها العافية وكتنطلق الموسيقى بإيقاعات كتهز القلب. مرحبا بكم في الشقاقة. الشقاقة الحمد لله معروفة منطقة سياحية وكيجونا الكليان من أنحاء العالم هنا الشقاقة. كيجوا عندنا السياح، كاين اللي كيرجع عندنا هنا 3 جور، كاين اللي كيقعد 2 جور، وكيديروا الاكتيفيتي هنايا. كيمشوا يديروا لا فيزيت، بحال يديروا لا فيزيت للرحالة. ملي كيمشيو للرحالة كيشربوا معاهم اتاي، كيديروا لهم الخبزه ديال الرمله، كيعيشوا معاهم ديك التجربه ديال الترحال. وكيديروا عاوتاني كاين اللي كيمشي بالجمال يخرج لا جورني، يدوز النهار على برا ديال المخيم وكيدوز نهار كامل وعاود كيرجع بالجمال كيتغدى على برا. كاين كيدير لي كواد، كاين اللي كيبغي يدير لا مارش 1 ساعة 2 ساعتين في الرمله. Alors nous allons souvent à Marrakech et puis on voulait un petit peu changer et ne pas voir que Marrakech qui est un peu un stéréotype du Maroc. Et on savait que le Maroc était un très joli pays et on s'est dit pourquoi ne pas aller dans le désert. Et puis on a un petit peu cherché tout ce qui pouvait se faire dans le désert et on a trouvé le camp de Nick et de Bobo à Erchigaga et qui nous semblait superbement beau et qui correspondait à nos attentes, c'est-à-dire avoir quelque chose
où on sort du quotidien, où on va s'isoler, on va trouver la nature belle, seule, et on a trouvé ce qu'on voulait, c'est super. Alors on va passer 3 nuits ici, c'est la 2e nuit qu'on va passer ici. La journée d'aujourd'hui a été assez classique, hein. On a pris un très bon petit déjeuner ici avec les autres personnes. Après on est parti en chameau, c'est la première fois qu'on montait sur un chameau, un dromadaire plus exactement. On a fait une petite heure de balade pour aller jusqu'à un petit campement où on a pris un déjeuner. C'était magnifique, franchement magnifique. Et c'est vrai que de voir ces troupeaux, on était 7-8 dromadaires qui sont là, qui se dessinent à l'horizon avec les dunes derrière. C'est superbe, franchement superbe. شباب محامي الغزلان عرفوا كيفاش يحولوا نمط عيشهم الأصيل لمنتوج سياحي مميز، محافظين على التقاليد ومرحبين بالعالم كامل، ودايرين من شقاقة تجربة ماشي غير زيارة بل حكاية كتعيشها بكل تفاصيلها. كيجيو السياح من جميع مناطق ديال العالم، وفاش كيجيو كيبغيو يشوفوا لي دين، كيشوفوا كاين اللي يدير هنا بزاف كاين اللي يدير بزاف، يعني كاين اللي كيبغي يدير رحله بالجمال، كاين اللي كيبغي يتمشى يقطع الصحراء ماشي على الاقدام. وحنا حنا هنا باش نوفروا للسائح جميع المتطلبات ديالو، باش هو يقوم بالجوله ديالو على اتم وجه. بحال مثلا كنوجدوا لهم الا هو كنبغي يمشي الصحراء يدير بيواك سوفاج، كنوجدوا ليه الخيام، كنوجدوا ليه الجمال، كيكون الشامولي، كيكون الكيد، كيكون الكويزيني، كيكون كامله تابع للزبون باش يوفر ليه وسائل الحمايه ديالو. بالنسبه للغروب، المحاميد بعيد علينا ب 60 كيلومتر، وفم مسقيت على القريه قريبه مننا حتى ب 80 كيلومتر. يعني الانسان ولا السائح فاش كيبغي يجي يدير الغروب هنا كيكون بعيد على الضوء ديال الشارع، كيكون بعيد على الطوموبيلات، على لا سيركيلاسيون، يعني فاش كيكون هو كيطلع لواحد العرق، واحد ليدين، كيشوف يعني ما كاين اللي برستو، كيشوف الغروب، كاين اللي كيفيق خاطر باش يشوف لوفيت سولاي. يعني بلاصه مزيان الانسان فاش يجي يدوز في هذا التجربه ديال الغروب، حيت حنا في وسط الصحراء بعيدين على شي ضوء اخر من غير ضوء ديال النجوم. يعني كتبعد كاع على تبعد على البيواك، كتمشي ميم با واحد 400 متر ولا هكذا، كتلقى راسك وحدك غير الرمله والنجوم. الصحراء فيها واحد الكالم، حنا دابا اللي مولفين هذا الكالم ومولفين الجو نتاع الصحراء. ما نقدرش دابا نمشيو لبلاصه اخرى، مدينه اخرى ولا يعني داك الضجيج، السيركيلاسيون كي تنقولوا، والاضواء كثيره، وهذاك الشيء كيديرونجينا بحكم حنا فين عايشين دابا وفين مولفين. داك الشيء باش هنايا تيفضلوا الناس يخدموا هنايا، يبقاو حدا اهل ديالهم، حدا والديهم وهذا، والولف ثاني تاع المنطقه. وراه حتى شي واحد ما تيخرج من بلادو الا ما كانش شي حاجه بحالنا حنا، بحال الناس كاع اخرين اللي في بلاداتهم اخرين حتى هما ما تيبغوش يتغربوا الا ما كانش مع الوقت ولا الظروف. وحنا كنحاولوا نخلقوا شي حاجه ولا نخدموا شي حاجه اللي تخلينا هنا وتخلي الشباب هنايا، ونبقاو الناس حدا والديهم، وبقى الناس في البلاد تاعهم. المنطقه ديال المحاميد هي منطقه كتعيش على السياحه حاليا، ما كايناش زعما الزراعه ولا شي حاجه، كتعيش على السياحه. الناس اللي جايين يشوفوا الصحراء. وبالنسبه حتى المحامي زعما فيها حتى هي الوطيلات كما شفتي سميتو، كاينين لي 5 ايطوال الوطيلات، كاينين لي زوبيرج مثلا، كاينين الرياضات. والناس ديال المنطقه هادشي باش خدامين زعما، هادشي الناس هو المدخول تاعهم هي السياحه، لا في المحامي السونطر ولا في الشقاقه ولا كلشي. الكتبان، المخيمات، الرحلات، كلها تجارب كتعطي للزائر فرصة يعيش حاجة مختلفة، إحساس، ذكرى وقصة كترجع معاه. الاسم ديال محامي الغزلان ما جاش من فراغ، ولكن كيحكي على واحد الزمن كانوا فيه الغزلان كيجريو بحرية في هذه الأرض اللي كانت فيه محمية طبيعية عامرة بهذا الكائن الرشيق، ولات المنطقة معروفة بهم حتى تسمات على اسمهم. ولكن مع مرور الوقت
والأنشطة الميكانيكية بحال الراليات والسباقات في الصحراء ولات الغزلان كتخاف وكتبعد ولات قليلة بزاف مقارنة مع قبل، بحال إلا الطبيعة تبدلات شوية. ولكن بالرغم من ذلك مازال كاين الأمل. في جنب الواد كاينة محمية النعام اللي مازالت شاهدة على الحياة البرية في هذه المنطقة. وفي طريق الصحراء كتكمل الرحلة نحو بحيرة إريقي، واحد الفضاء ساحر وسط الرملة كيستقبل سياح من كل العالم. مرة كتبان ناشفة وقاحلة، ومرة كتحول لمرآة كبيرة كتجمع السماء والأرض وكتعطي واحد المشهد رائع. بالنسبة لهذه المنطقة هذه هي أولا بعد قبل كل شيء كانت ربما بزاف ديال شي 2 مليون اني ولا بحال هكا كان البحر هنا، وكان هاد البلاصه كانت بحال البحيره وكانت سميتو. وحنا كان عندنا من قبل واحد لوبيرج، حنا الاولين في هذه المنطقه هنا كان عندنا واحد لوبيرج من واحد 7 كيلومتر تقريبا. اول لوبيرج دار هنا في هذه ريقي هو ديالنا حنا، واحد لوبيرج كان عندنا تما كنا خدامين فيه. جات واحد الفتره يعني اللي ملي كانت بالنسبه للسميه علاش تسمات علاش درنا هذا على شكل باطو على سميتو، يعني ملي كتجي كتكون بعيد شويه مع لوميغاج هذا السراب وداك الشيء كتشوف هذاك لوبيرج في وسط داك السراب وسط داك بحال شي باطو. ملي كتجي من بعيد كتكون جاي من بعيد كتشوف هذاك اللوبيرج بحال شي باطو. على داك الشيء وعلاقاش هنا اصلا كانت بحيره وداك الشيء، يعني جينا ودرنا التيتانيك بحال راه شي باطو بقى مشى عنه الماء وبقى هو منسي في وسط هذه البحيره. بالنسبه للسياح كيجونا من انحاء العالم، من المغرب، من اسبانيا، من طاليان، المهم جميع السواح كيجوا عندنا حنا الحمد لله في هذه المنطقه هذه. وعندنا الثقه، عندنا واحد الثقه الحمد لله، كيديروا فينا الناس واحد الثقه زوينه بزاف وكبيره بزاف. بالنسبه لهذا الريستوران هذه كيتغدوا فيها الناس، كيتعشوا فيها، ما عمر شي واحد الحمد لله شكا من شي حاجه. Estamos en el bar Titanic. La verdad que es una experiencia muy chula venir al desierto y de repente en medio de la nada encontrarte con algo así, de repente un bar aquí en medio de la nada. Y bueno, yo le diría a todo el mundo que viniera una vez en su vida aunque sea y visitara esto porque es muy bonito. Y bueno, nosotros venimos todos los años, intentamos venir incluso 2 veces o más si se puede. Y es que, ¿qué te voy a decir? No sé, me encanta Marruecos, me encanta el desierto y aquí siempre paramos. Cuando venimos al bar Titanic. Hemos venido ya varias veces aquí, muchas veces ya. Siempre que venimos al desierto intentamos venir aquí a comer porque se come muy bien, todo muy bueno. ومرة في كل عام، هذه أكثر من 20 عام، كتحتفل المحاميد بأصحاب هذه الأرض. كتحول لعرس كبير، مهرجان الرحال الدولي، ماشي غير تظاهرة، راه لقاء بين شعوب، بين نغمات وبين قصص مختلفة. من المغرب المالي للنيجر الموسيقى كتجمع والرقص كيعبر والفرح كينتشر بلا حدود. Vraiment, le Maroc, c'est comme chez moi. Surtout ici, il Hamid Iglen, où je suis venue plusieurs fois, festival Taragaït. L'autre festival aussi, comment il s'appelle voilà. Je suis venue dans tous les festivals. C'est ma première fois que je viens dans ce festival nomade, que j'ai toujours écouté, que j'ai toujours voulu, parce que moi, je suis une nomade. Et j'aime bien tout ce qui dit nomade. Dès que tu dis nomade, je suis avec toi. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi et une grande joie pour moi de venir à ce festival. Pour moi, un nomade, je ne sais même pas comment le décrire. Pour moi, c'est le plus important sur la terre. Un nomade, c'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui circule dans sa terre tranquillement, sans contrainte. Et je suis fière d'être nomade. Et j'aime tous les nomades du monde. C'est la 2e fois que nous venons à Mamid
Et en fait, on est vraiment fasciné par l'accueil, la culture ici, la culture du désert et des nomades en particulier, les coutumes, l'accueil. Et on a eu l'occasion de participer à un premier festival. Ici, c'est le deuxième auquel on participe, avec beaucoup de joie, de découvrir vraiment la culture nomade, comment vivent les gens ici, mais aussi d'avoir la possibilité, on a fait un trek dans le désert aussi, et on aime beaucoup à Mamit cette espèce de carrefour. On appelle la route, la route qui va vers Tombouctou. On sent qu'il y a encore un carrefour ici de culture, de brassage, de population, puisqu'il y a pas mal de tourisme, mais un tourisme très spécifique, attaché à la nature, au désert. Et donc ça crée une atmosphère très intéressante à Mohamed. C'est une expérience totalement à part, parce qu'on a l'impression d'être comme dans un no man's land au bout du monde. Et évidemment, en venant de Belgique, c'est tout à fait spécial puisque nous on vit dans un petit pays où il pleut beaucoup aussi, mais ici la lumière est incroyable et vraiment porté par les éléments, porté par le désert, par les coutumes, par les gens, par le vent, par la lumière. Donc on est ravis d'être là. حنا شباب كنمارسوا الموسيقى ديال الصحراء، موسيقى صحراويه، بلوز ديال الديزير، الموسيقى اللي قدرت تصنت لها العالم كامل. كنلعبوها فعلا بلي جيتار اللي هما الكتريك، والمنطقه معروفه بالموسيقى اصلا. مدينه محامد الغزلان فيها بزاف زعما ديال الفرق الموسيقيه اللي كيغنيو في المغرب وخارج المغرب. الموسيقى باش توصل لواحد الناس عاوتاني في بلاصه اخرى. الزوار كيعيشوا لحظات ما كتشرحش بالكلام، وسط الخيام تحت السما ومع نغمه كتخرج من القلب، وفي الليل الصحراء كتبدل الثوب ديالها، النجوم كتقرب والسكينه كتعم، وكل شيء كيولي هادئ ولكن عامر بالحياه.
حميد الغيدلان ماشي غير وجهة سياحية، بل حكاية كتكتب بالرملة والصبر. هنا الزمن كيمشي بشوية وكيخلي الماضي والحاضر كيتحاوروا في صمت عميق وكيصنعوا مع بعضهم ملامح الغد. في هذه الأرض القسوة ما عمرها كانت ضعف، كانت ديما مدرسة ديال الصمود ودرس في الإرادة. وجوه الناس، تفاصيل الحياة ونبض المكان كاملين كيشهدوا أن الجمال ما كيتقاش بالوفرة ولكن بالمعنى. حميد الغيدلان ما كتزارش غير بالعين، كتعاش بالقلب وبالروح.